طب الدكتور عبد المنعم مفتوح يعني اخواني غير ملتزم تنظيميا، ترك التنظيم، فمش مقلق للناس، فالخيار هو، ولكن يعني الامر فيه ان هو صار غير مقلق للناس. الدكتور محمد مرسي ظلم بانه تسمى المرشح الاحتياطي، بتسمعوا الكلام اللي في وسائل الاعلام. احنا مش بنردد هذا الكلام وما بنحبش نردده، وبنتمنى ان الآلة الإعلامية الإخوانية تقدر تتصدى لهذا الكلام، تقدر تقدم مرشحها بطريقة جيدة للناس، ولكن ما نقدرش نخاطر كرمز تلتف حوله فئات الشعب. يعني تجد ان هو كل واحد بيرى فيه الزاوية اللي هو عايزها. يعني الإسلاميين شايفينه من زاوية انه ابن الحركة الإسلامية، يعني الليبراليين شايفينه انه هو يعني منحاز للحريات، الثوريين شايفينه ان هو شارك في الثورة من اول يوم، الشباب شايفين فيه مظهره يوم ما كان طالب في الجامعة وقف قدام السادات، فلسه في روح الشباب لغاية النهاردة. وانت عايز ايه اكتر من كده؟ يعني انت في النهاية بتقول ان هو له درجة القبول كشخص، وبرنامجه السياسي هو البرنامج اللي مصر محتاجاه، برنامج الانتقال من الرئيس الفرد الى مؤسسة الرئاسة، مش مؤسسة الرئاسة التابعة لحزب ما او تنظيم ما، لكن مؤسسة الرئاسة الواسعة اللي هتضم كل الأطياف وكل التخصصات. وهو كما ذكرت يعني لن يكون في درجة النفور اللي موجودة في غيره، فبرنامجه السياسي برنامج جيد ولن يفقد الأمة المصرية برنامج مشروع النهضة كبرنامج بيركز على النواحي الاقتصادية، لأنه بطبيعة الحال كده كده رئيس الوزراء القادم إما قبل انتخابات الرئاسة كما بيطلب الإخوان أو بعدها كما سينص الدستور، وهيبقى ده خلاص خيار نهائي، يبقى بعدها هيبقى رئيس الوزراء من الإخوان.